مبروك، ألف مبروك. منتخب مصر ركب الأفيال. منتخب مصر في نصف النهائي. أنا صحيح مش بحب طريقة اللعب دي، مش بحب نقعد نقفل ونسيب الكرة لحد. الطريقة دي دايما بتحسسني إننا أقل من التانيين، لكن كل ده مش مهم. المهم الفرحة، المهم إننا كسبنا. وحتى لو لا قدر الله كنا خسرنا كنت برضه هبقى راضي ومبسوط، لأن كل اللعيبة في الملعب عملوا اللي عليهم وزيادة. كل اللعيبة موتت نفسها وسفت النجيلة. اللعيبة بينت للجمهور ان هما بيلعبوا عشان يفرحوه وان هما قد المسؤولية. ودي قوة حسام حسن. مش بقول ان هو ما عملش تكتيك وخطط وان هو ناجح بس في الجريندا والقتال، لا لا، لكن عودة الروح للمنتخب كانت مهمة جدا. من زمان ما شفناش منتخب مصر بالروح والإصرار ده. على فكرة، أنا مش بحب حسام وإبراهيم حسن، لكن حقهم ياخدوه. شغلهم واضح، مجهودهم واضح، نجاحهم مع المنتخب رغم الضغط والتربص اللي معمول لهم وخصوصا من ابو ريده يتحسب لهم. والاهم من ده كله ان هم فرحوا الناس، والناس كانت محتاجه تفرح. امبارح كان في لعيبه مميزه قوي قوي، بس مش عايز اتكلم عليهم ولا عايز اقول هم مين. مش عايز اضيع حق الباقيين، لان كل اللعيبه امبارح طلعت كل اللي عندها، ومش عايز اقلل من اي حد فيهم. حتى المحاولات اللي بتحصل في الميديا والسوشيال ميديا ان هم يقللوا من الشناوي وفتوح، انا شايف ان الاتنين برضو عملوا ماتش كويس وعملوا اللي عليهم. لما بفتكر الماتش بقول لنفسي احنا جبنا في كوت ديفوار 3 تجوان ب3 لعيبه بس. احنا كنا بنهاجم كوت ديفوار بامام عاشور ومرموش وصلاح، والباقي كله بقيه ال7 كلهم بيدافعوا. طب هل يا ترى لو كنا لعبنا بتوازن شويه مش كان يمكن قدرنا نسجل اكتر من كده، وشكلنا كان يبقى احسن من كده شويه؟ صحيح كان يمكن يدخل فينا جوان اكتر، ويمكن لا. بصراحه كده ارقام الاستحواذ منكده عليا من امبارح. قليل علينا قوي 28%، قليلين جدا على منتخب بحجم منتخب مصر. بس انا بحاول افرح وانسى الافكار الكرويه التحليليه دي. بس انا بشجع منتخب بنفس عقليه تشجيعي للاهلي. انا ما احبش اشوف الاهلي بيدافع وبيلعب تحت الكوره. احب اشوف الاهلي واشوف معاه منتخب مصر مسيطر وفارض اسلوب لعبه والاستحواذ معاه. في رايي دي شخصيه الاهلي، واللي لازم تبقى شخصيه منتخب مصر. لكن برضو الحمد لله على كل حال، واهم حاجه اننا كسبنا وتاهلنا، وعقبال ماتش السنغال ان شاء الله. هارد لك بقى لجمهور الزمالك الايفواري، الجمهور اللي كان نفسه يشمت في منتخب الاهلي، منتخب الفساد، منتخب النادي الاوحد. هارد لك لكابتن رضا عبد العالي الايفواري. عارفين ان امام عاشور عامل لك كله في دماغك ومشاكل نفسيه، بس مش للدرجه دي يعني، حاول تعديها، ده منتخب مصر. هارد لك لكوت ديفوار ولمشجعي مصطفى محمد ولرعاة المظلوميه. احب بس افكركم ان مصطفى محمد ده ماتش انجولا لعب الماتش كامل وكانك مفيش، كانه ما جاش. يا ريت كمان تفتكروا ان مصطفى محمد الاسطوري اللي رفض الاهلي 4 مرات ودلوقتي يا عيني بيدفع الثمن، هو نفسه مصطفى محمد اللي تف على حسام البدري وسب حسام حسن بألفاظ يعاقب عليها القانون. اما بقى الزومبيز اللي بيطلعوا في راديو صوت الزمالك القبيح، بصراحة لا تعليق. ربنا يعينهم على نفسهم. ناس ما عندهاش دم،